السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى فنزات؟ إن شاء الله هنعمل مع بعض تخليل البسارية بطريقة سهلة وبسيطة، وجربيها هتاكلي بسارية 10/10. وهي مش موجود إلا هنا بس الطريقة دي. تعالوا بقى يلا بينا بقى نصلي على الرسول ونخش على الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك. اللي ما يعرفش يا جماعة البسارية، نوع البسارية اللي هي بصوا السردينة الصغيرة، شايفين؟ اللهم بارك. دي سردينة صغيرة خالص، يعني مش السردينة الكبيرة. دي البسارية مفيدة أوي للعظم يا جماعة، مفيدة مفيدة. خشوا على شوفوا على النت على الفوائد بتاعتها. هنخللها مع بعض. أنا طول عمري بصراحة ربنا بخللها متنضفة، بس المرة دي بصراحة ربنا عشان مش قادرة اليومين دول ما قدرتش يعني ايه انضف وكده، هخللها كده اهو. هي اصلا ما فيهاش اي حاجة، يعني بصوا احشائها مش زي السردين ولا زي اي حاجة يعني بتطلعي منها حاجة، لا هي ما فيهاش اصلا اي حاجة اهي. في منتهى الجمال. شايفين بقى اللي يجيبوا البسارية اللي عينيها بتلمع دي، الحمرا اللي في منتهى الجمال دي؟ شايفين شكل البسارية؟ اللهم بارك. بقرب لكم الكاميرا اهو. شايفين الحلاوة؟ انا بقى كل ما اشوفها في السوق بعد عنكم هطل كده هطل، لازم اجيبها، لاننا بصراحة ربنا بنحبها وبنحب نخللها. مفيش اكل عندنا يعني ايه، كل بيت يعني فيه اكل، بس انت برضو بتروح نفسك للحاجة الحادقة. فانا ايه، اول ما لقيتها بصراحه جبتها. هي مفيش حاجه رخيصه يا جماعه، محدش يقول لي ده انا جبت ب 15 جنيه، واللي تقول لك انا جبت ب 20 جنيه، واللي تقول لك انا جبت ب 10 جنيه. 10 جنيه ايه يا ام؟ 10 جنيه و15 جنيه ايه؟ انتوا بتكلموا ناس ما بتفهمش ولا ايه؟ لا يا جماعه البساريه دي غاليه، اللي عاوز السعر يبعت لي على الكومنتات وانا اقول لكم السعر. دي غاليه يا جماعه، مفيش حاجه رخيصه، اديني قلت لكم اهو. تخللوها تفتحوا كده ايه، تلاقوا حاجة حادقة تاكلوا منها. والله العظيم بعملها بطريقة سهلة وجميلة جميلة جميلة. جربوا طريقتي دي مش هتروحوا في أي حتة تاني. التجديد كله هنا، والنظافة كلها هنا، والجمال كله هنا. على فكرة البسالة دي أنا غسلاها بقالي جي 3 4 ساعات، وبحطها في المصفى، صفت المية بتاعتها خالص وحطيتها في الصينية عشان أخليلها معاكم. بصوا بقى يا فنزين، أنا دلوقتي جايبة الملح الصخر أهو. ده الملح الخشن اللي انتوا ما تعرفوش، ده الملح الخشن اهو. ده اسمه الصخري، مش الصخر. قولوا روح عند العطار قولوا له عايزين ملح خشن. احلى تخليل للبسارية يا جماعة الملح ده، ده ما بيحدقش ده يا جماعة. يلا بقى نخش على الطريقة وصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك. الكتان اهو. بص انا هحط ايه، مش هحط كبشة ملح، لا احنا مش عايزين نحدق الحاجة. محدش يقول لي الملح ده ما بيحدقش، بيحدق. بص ده معلقة ملح اهي معانا هرمي اهي، شايفين اهو. وادي نص معلقة كمان، معلقتين ونص ملح، ما تكتروش عن كده. السردينة دي يا جماعة ملحة من ابوها. يعني ايه من ابوها؟ يعني هي اصلا اصلها هي والسردينة الكبيرة ملحة. ومعانا ايه كمان؟ بسم الله ما شاء الله. معانا نص معلقة شطة كده. نحط شوية كمان. الشطة يا جماعة مادة حافظة، اللي مش عاوز شطة يستبعدها يعني. بس لا لازم تحطي شطه، تحطي حتى ربع على ايه عشان ماده حافظه. ومعانا معلقه بابريكا. معلش عشان انا ماسكه التليفون بايد وبعمل لكم بايد. بصوا بقى نقلب الكلام الجميل ده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. اهي بصوا ما تحطوش فيها ملح كتير زي ما قلت لكم يا جماعه، بتحدق البساريه بتحدق اهو. انا برضو منزله لكم فيديو، بس مش عارفه بقى تعرفوا تشوفوه ولا لا. على اللايف برضو عامله بسارية، وعامله لكم الحواوشي من اوله لاخره في منتهى الجمال اهو. شايفين يا جماعه؟ ما حدش يحط ملح كتير، اديني قلت لكم اهو. بتحدق الحاجه، بتحدق. كل ما تعمليها ملحها قليل كده اهو تبقى زي العسل معاك. وهي شو بصوا الله اكبر عليها العسل، بسم الله ما شاء الله. وبعدين قلبنا حلو اهو. عندنا بطرمان جميل اهو في منتهى الجمال اهو. شايفين اهو؟ بسم الله ما شاء الله. انا لسه مخلله على اللايف برضو. هنجيب البطرمان بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، ونروح حاطين كده. بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر. تخليلها سهل خالص وبسيط، طريقة سهلة وبسيطة. تفتحي بقى عليها بعد قد ايه يا ست الكل؟ بفتح عليها بعد 15 يوم يا جماعة. 15 يوم يديكي احلى بسارية.
مفيش حد يقول لي انا بفتح كل 3 ايام ولا كل بتاع ده 4 ايام تاكلي بسارية. بتبقى مستويه، ما قلتلكوش بتبقى مستويه، بس الرك على الطعم. شوفوا الطعم ايه، بتبقى طعمها كده مايع كده وتموع النفس. لا طب وانا ليه ما اقولكوش ما بتبقاش مستويه؟ بتبقى مستويه. بس شوفوا بقى، جربوا طريقتي دي مش هتبطلوا تعملوها معانا. بصوا بقى ده ايه، اللهم صل على النبي، ورق الغار. هنحط ورقة غار برضو يشد لنا الزفارة. الحمد لله ما فيهاش اي زفارة، بس لو فيها اي حاجة بتشد الزفارة وتخليه جميل قوي وطعمها حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. حطوا بقى كده في البطرمان اهو. بصوا بقى، انا احط الكمية كلها واحط برضو معايا ورقة غار هنا كمان. هروح حطها بقى علو وهقول لكم بقى هنعمل ايه في الاخر. بصوا يا جماعة، انا حطيتها اهي. شايفين الشكل والجمال؟ اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. شايفين؟ هنحط ايه بقى تاني؟ شوية زيت عشان مادة حافظة، وهو ده اللي بيستوي منه ايه، البسارية. بسم الله ما شاء الله. شوية زيت مش كتير يعني، عشان يسوي لي البسارية وايه، وما يدخلش فيها عفونة ولا اي حاجة. اهي شايفين شكلها وحلاوتها؟ هتشوفوا بقى الزيت ده عامل بقى كده ايه، وخرة ميتها وعسل عسل عسل، وبألف هنا وشفا. هنحط ايه تاني؟ بسم الله ما شاء الله. ننزلها بس لتحت كده. بسم الله ما شاء الله اهو. شايفين؟ الله، طعمها تحفة والله العظيم. بصي بقى، انا جايبة نص كيس بتاع تلاجة. يعني ايه بقى، كان في عندي الكيس ورحت انا قطعاه نصين اهو. لازم بقى اكتم ايه قبل ما اقفل البطرمان اهو. لازم اكتم كده عشان ما يخشليش اي هوا يعفن لي ايه البسارية. مش عايزة البسارية يخش لها اي هوا. واروح حطاها في قلب كيس اسمر البطرمان، واروح عامله ايه تاني؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ما احطه في الكيس اروح حاطاه في كيس ابيض وكاتبه عليه بعده كام يوم يا ام محور. بعده 15 يوم. 15 يوم يا جماعه، وهفتح معاكم البساريه وهتشوفوا احلى بساريه واطعم بساريه بالف هنا وشفا للي يعملها يا رب. ومش حادقه وطعمها زي العسل اهو. لازم شوية الزيت يا جماعة تحطهم كده، مش لازم تغطوا زيت. انت هتحطوا زيت قد كده؟ لا، هي اصلا بتخر مية، بتنزل ميتها يعني. شايفين الشكل والجمال؟ بألف هنا وشفا يا رب على قلبنا. واحسن طريقة، بصوا طريقة سهلة جدا وبسيطة. هتجيبي البسارية تغسليها غسلة نظيفة وتحطيها في المصفى، وتروحي حاطه بتاع دون سايباها 3 ساعات كده، ساعات 3 ساعات 4 ساعات لما تتصفى خالص. وتروحي مفردها على حاجه، وتروحي بتاع دون مقلب وحطها في صينيه ومقلبها بشويه الملح. محدش يقول لي يا جماعه ان الملح الصخر ده ما بيحدق والله العظيم الملح ده ما تكتروش ملح عشان تعرفوا تاكلوا الحاجه. احنا الحاجه عاملينها نظيفه بايدينا، ونضيفه وامنه من كل حاجه، ولا عليها دبانه ولا عليها اي حاجه، وحاجه نضيفه انت اللي عاملاها لك ولعيالك. فانت تعملي الحاجه مظبوطه عشان تعرفوا تاكلوها. البسارية دي يا جماعه انا بخلصها وبحطها في الفريزر. ما احنا ما بناكلش الكميه دي برضو. احنا بحط علبه في التلاجة ناكل منها، والباقي بحطه في الفريزر. وبألف هنا وشفا على قلبنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير والاكسبلور عشان يوصل لكم كل جديد. شايفين بطرمان البسارية اللي مخلينه سوا اهو؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر اهو. والله العظيم انا فتحته على فكرة شفته عشان المصداقية يعني. بسم الله ما شاء الله على البطرمان. شايفين البسارية وجمالها؟ خليها زي ما هي. ماشي. شايفين يا فنزتي؟ اغلى من خلجتي وحياة كتاب الله اكتر من 15 يوم كمان، بس تشميها ريحتها زي الفسيخ بالظبط. هنطلع منها اهو عشان هناكل. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقلبوها كده كويس. بصوا ولا اتهرت ولا اي حاجه، والواحده بوحدتها. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الشكل؟ ومستويه ولوز اللوز. الميه دي تحفه، دي كنز الميه دي. واحد يرمي الميه دي ولا يصفيها. وانا بجيب الرنجة النهارده والله العظيم بصيت على البسارية عند الراجل، بجد استغفر الله العظيم يا رب. شايفين؟ وبتبقى بتبقى دلع مهرية كمان اللي عند الراجل دي.
دلعه في منتهى الجمال. ايوه ايوه، وأهي. افتحيها 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 قدام. ايوه قربي تحت، انزلي تحت شويه. بصوا ايوه كده. شايفين الشكل، شايفين بتاعتنا الجميله، شايفين شكلها وحلاوتها. طعمه 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 على البق على طول وعلى القلب يا ولاد. والبسارية بتاعتنا الخطيرة زي ما وريتكم، ولا مهرية ولا فيها أي حاجة. أنا بجيب لكم اهو أي واحدة عشان أوريكم الشكل والجمال. وده كنز، ده المية دي كنز، اوعوا ترموها دي، تغمسوا على طول. لو عجبكم الأكل اعملوا لايك وشير واكسبلور عشان يوصل لكم كل جديد لو سمحتوا، واشتراك في القناة. طبعا اللي عايز يحط عليها زيت يحط، بس احنا عشان مستعجلين فما وليمون. حطيناش. لا احنا ما وليمون. بنحبش الليمون. لا احنا ما بنحبش واللي عايز الليمون. يحط عليها ليمون يحط يعني. اه باي.